سي أخنوج جاتنا خبار أنه في سبيطار بن رشد كاين أطباء جراحيين ما بقاوش باغيين يفتحوا للناس حيت ما كاينش البدلات والأغطية المعقمة. دابا هذا من أكبر المستشفيات الجامعية في المغرب، واحل غير مع البلوزات وليزارات وما عندوش باش يعقمهم. واش الكاميرا طافية ولا شاعلة سانطة؟ طافية السي أخنوج، طافية الكاميرا. ياك المريض كيقولوا لي يجيب معاك الخيط والبنج والسيروم من ورا، ما فيها باس يولي يشري الطبيب بلوزه مالها شحال دايره كاع ويكمل خيرو ويجيب لي زورات والكمامات ويعطيه الفلوس باش يشرب قهوه. ماشي كل شيء الحكومه شويه تفكير خارج الصندوق ديال المقاصد. أطباء هربوا كل شيء مشى لبرا، السبيطارات خاويين من الأطر والكفاءات. زعما بيني وبينك كاين شي حل في الأفق ما حد الكاميرا طافية؟ الحل هو الواحد يتعلم من جراحه في اليوتيوب ويعالج راسو براسو، احسن ما يدير السهام في السبيطارات عامرين غير بالمشاش والطوارو ديال السوي. على الأقل في الدار ديالو غادي يلقى الداري فين يتمغط، ماشي بحال شي مراكز استشفائية كيداويو الناس فوق الكارطون منهم الضص، وكاين حالات حوامل اللي ولدوهم فوق الطاوله. خبارك السي أخنوج كاينين سبيطارات كيف خلاتهم فرنسا باقيين، مع استثناء واحد هو الجيوش ديال السيكوريتي اللي ولاو اكثر من الفريمليه والاطباء. وهي في خبارك ولاو حتى هما كيفهموا في الدياغنوستيك وفي الامراض، وخاصك دوز من 5 البراجات ديال السيكوريتي باش يلا توصل لمكتب الاستقبال حليله داخل الكريملين. وملي كتوصل كتلقى كل شيء ما خدامش، الحاجه الوحيده اللي خدامه على مدار الساعه هي السرابس ديال التدويره. ايوا راه هذا هو المغرب، ما كاين غير مد احمد الا بغيتي يسربي ويخرج سربيسك على خير. يلا شعلوا كيت الكاميرا خليونا نخدموا.